يمنى جميلة بتسأل، بتقول إن هي عندها ارتكارية مزمنة والحديد نازل جدا، ده معناه إن الجسم في حالة طوارئ. طيب خلينا نفهم إيه علاقة الارتكارية المزمنة وإن أنت عندك الحديد واقع جدا. لما الحديد بينزل جدا المناعة بتاعت الجسم بتضعف جدا هي كمان، والنتيجة إن الجسم بيحصله تحسس أو يتهيج من أبسط الأسباب، وده اللي بيخلي عندك إن الارتكارية بتكون مزمنة. طبعا في الحالة دي لازم ناخد حديد عضوي سهل الامتصاص عشان ما يعملش مشاكل في الجسم. هناخد حديد عضوي زي الفيروجلوبين، وكمان هناخد فيتامين سي علشان يساعد الامتصاص بتاع الحديد. ممكن ناخد فيتامين سي عن طريق كبسولات سي ريتارد، او ان احنا ببساطة ناخد عصير ليمون طبيعي. وكمان مهم جدا ان احنا كل شهر او شهر ونص نعمل تحليل CBC اللي هي صورة دم كاملة، ونعمل تحليل كمان اللي هو السيرم فيريتين علشان نشوف الاخبار بتاعت جسمنا وصلت لغاية فين. طبعا ممنوع ان احنا نسيب السبب الاساسي بتاع الارتكارية من غير علاج، يعني لازم نشوف الارتكارية دي سببها ايه وناخد علاج كمان ليها. وحاجة مهمة كمان مع العلاج الدوائي ان احنا نتبع نظام غذائي اللي هو بيزود نسبة الحديد في الجسم وبيمنع الحساسية. لو عايزة نظام غذائي يعمل كده ابعتيلي في الكومنتات وانا هبعتلك نظام غذائي يزود نسبة الحديد في الجسم ويمنع الحساسية. ويا ريت لو المعلومة فادتك ان انت تعملي شير للفيديو على الستوري عندك وتعملي له ريبوست علشان نوصل لاكبر عدد من الناس وكلنا نستفيد. هدفنا من الصفحة دي ان احنا نكون عيلة جميلة ونبني بيئة آمنة ونعرف نسأل فيها ونتبادل الخبرات الطبية أو المعلومات الحياتية حتى فيها. طبعا مش هفكرك ان انت يشرفني ان انت تعملي فولو الاكونت ولايك للفيديو واعملي له شير زي ما قلتلك، واشوفك على خير.